السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى اكلمكم عن الموضوع. انا نفسيا توترت له. عندي واحد صاحبي شغال في صيدليه، هو دبلوم صنايع بس شغال في الصيدليه. ازاي ما تستنيش؟ مساعد دكتور. المهم اتصل بيا تعالى اقعد معايا حوض اليوم ده والنبي وبتاع، ده انا لوحدي في الصيدليه. قلت له ماشي تعالى انا اروح، عندي مشكله نقضي معاك اليوم. دخلت الصيدليه، انا عامه ما بحبش ريحه الديتول والحاجات دي، فدخلت بقول له والله انتوا مش راشين ديتول؟ قال لي لمين؟ يعني عشان البكتيريا بتاع. لا لا كبر كبر كبر. شويه واحده عيني داخله، انما يا دكتور قيس لي الضغط. انا لسه بقى هفضح صاحبي يقول ايه؟ ده يا ست الكل، ده حمار. تعالي يا حاجه مالك؟ ضغطك عالي ليه؟ طب مال اهلك؟ ضغطك عالي ما ضغطكش عالي، تمام؟ وقال له ليه عيني بقى غلبانه؟ يا دكتور مش عارف البنت عملت ايه ولا بيعمل ايه وانا حاطه في اعصابي. لا يا حاجه، ولا اعصابك ولا نيله، كتر الكوليسترول اللي انت بتاكليه على ضغطك ده من نباهه كده. قال له ايه ماشي؟ بقول له انا انت عامل دكتور عليه؟ قال لي اه طبعا. وانا البنطو ده اللي لابسه ده لله. شويه عيل دخل بقى فشخنا انا. دخل ايه؟ قال له يا دكتور. قال له ايه يا حماده؟ قال له النبي امي عايزه الالوز الكبير. حتى قال له بس ما انا عارف. ما انت عارف ايه ولا انت مش عارفك بس القلوز بتاع الوليه؟ قال لي انا مش زبونتي عادي كده، مفيش ادب مفيش. كنت زمان القلوز ده والمنازل كانت الواحده تبقى داخله الصيدليه كانها داخله تجيب مخدرات وادب والخدود. ولو سمحت بس عايزه انسه عشان اقول لها تجي على جنب. قلوز كان في ادب. وانا داخل لوالد الدكتور الكبير، يا حلاوتك يا فرحه امك بيه، فرحان بالكبير ولا تمام. واحد تاني دخل برضك قتلني. دخل قال له دكتور عندي مغص. قال له ايوه. كلتي؟ قال له ما كلتش بس مغص عصيب. يا جدعان الدكتور الصيدلي ده يبيع بس، ما حدش يستشيره. فالتاني راح جايب له قال له ده النقط ده تاخده 10 على كوبايه. يا ابني انت عارف ده ايه؟ قال لي لا ده ملين. قال لي اه بيريح اعصاب المعده. افرض خدته غلط الولا مات. قال لي طب انا اعمل له ايه؟ كان راح لدكتور ما جاليش. برود بتوع الصيدليه دول عندهم برود. تخش بقى واحد تاني يبقى داخل يا دكتور، تحس بقى انه ايه؟ الدكتور ده كاتب له كمبيالات. ايه يا معلم ظبط؟ يقول له ظبط مين؟ ده اي كلام، ده 10 دقايق وكل حاجه عادي. فبعد ما ماشي بقول له ايه ده؟ في ايه ماله ده؟ قال له ولا حاجه، اديته برشام عشان يظبط مع المدام. يظبط؟ دي الحاجات دي عامله زي القبور كده بعيد عن اللي في وشي، يعني محدش يعرفها. قال لي عادي. قلت له لا هو بيظبط مع هنا. قال لا والله مع مراته. ومراته ساعات تخش قالت لي يا دكتور ما تجيب له حاجه غاليه، الراجل بيشوفك في الفلوس. قلت له لا والله، ده ايه المتعه اللي احنا فيها دي يا جدعان؟ تمام. واحد تاني بقى دخل بقى قتلني بجد. ادب احترام جنتلمان. دخل لو سمحت عايز توبس. قالوا بس كده انا الاتنين عندي ده ابو ريحه وابو طعم. ثانيه واحده انا واقف بقى على دماغ صاحبي بقى بكفره. توبس بريحه وطعم، والتاني لو سمحت خلصني خلصك. هي ايه يا ابني؟ المهم خد الزفت ومشى. بقول له لا هو الصيدليه دي شغاله ايه؟ دعاره هيتقبض علينا كمان شويه. واحد دخل قال له يا دكتور عايز واحد حقاقير بس في السريع. تاني راح مقطع له برشامه حمرا كده 5 جنيه. بقول له ايه ده زميلي؟ قال لي فراوله صيني. قال لي اه. ايه فراوله صيني؟ قال لي برشامه. قلت له يا ابني مش البرشام ده جدول؟ قال لي لا دي صيني درجه ثالثه. ايه صيني درجه ثالثه؟ قال لي يعني من تحت السلم يا صاحبي، الحكومه اصلا ما تعترفش بيها ولا جدول اول ولا جدول تاني. انا باخد البرشامه ب 75 بيعها ب 5 جنيه. وهو بيتكاف منها. انا هطلع ابلغ عليك كده والله العظيم. طب شخانات بقى، واحده يعني تجيب ابنها النبي يا دكتور الواد بيعيط مش عارفه من ايه.
انا بقى خلاص ضغطي على، انا عايزه يقيس لي الضغط بس يجيب لي دكتور بيفهم مش حمار زي ما انا عارف انه حمار. يا حاجه يا نسا يا اما خد ابنك وروحي لدكتور اطفال. افرض يا ابنك دواء غلط موته، لا 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 ينعل ابو الجهل. احنا بنخش لدكتور الصيدلي ده اللي هو المنقذ الرخيص. ازاي؟ ازاي بالعقل ما يعمل عمليه بالمره. ولما بقى واحده تخش دكتور لو سمحت مفيش واحده تدي الابره، لا لا مفيش، تحس جات له فريسه هيشوف تزهق ايه تمام. ايه قال في ايه؟ دي بيضه. ايوه مني نقابه الصيدليه دول الصيادله ابوس ايديكم انزلوا. مفيش حاجه اسمها مساعد زفت دكتور، مفيش حاجه اسمها مساعد دكتور تمام. وتلاقي واحد داخل يقول له جالك يا زميلي، يقول له لا والله لسه ما جاليش. يعني اللي هو بتاع ده الدواء بتاع مش الدواء اللبن بتاع الاطفال، حاجه اسمها بي 2 كده، دواء غالي شويه، ولا بياخدوا ابن النصابه من الحكومه مدعم ويبيعوا بره. والعيال البيبي مش لاقي. والله العظيم انا وقفت قلت يا ابني حرام يا ابني، انت كل 300 400 جنيه اللي انت عملتهم في اقل من ساعتين دول حرام في حرام. حرام في حرام. هتتحرق بيهم يوم من الايام. يقول لا الحمد لله ما ببيعش برشام. ده اي كلام، اي كلام يا ابني. ممكن يكونوا حاطين جير. انت عبيط ولا بتستعبط؟ تمام. واحده تخش كده دكتور لو سمحت عايزه حاجه عشان ما بس يقول لها حضرتك اكلتي حاجه؟ تقول لا عشان اصل بيروت كانت عندي من قيمه يومين. يا حزني يا بنتي، بيروت كانت عندك من قيمه يومين وعايزه حاجه للمغص؟ يا بنت مفيش حياء. كانت الوليه بعتها لي الولد عايزه الكبير، يبقى ديت هتتكسف. والفقره بقى عايز يوجب معايا انا. شوفوا بقى النسيبه عايز يوجب معايا انا. هسحب لي شريط كده مزرق شويه، خد ده زميلي. طبعا بعد اللي انا شفته ده لازم اشك. بقول له ده صاحبي. قال لي لا ده وشك فياجرا يعني. قال لي حاجه اجمد منها شويه. قلت له امن برب العالمين وحياه من شبهك كده شبه القرد في عينيا دلوقتي. انا همشي واروح بيتنا لو اتصلت بيا يا ابن الجزمه ورب لا اعمل فيديو وافضحك. ايه رايك بقى؟ يا جدعان فين نقابه الصيادله؟ واحنا مساعدينهم بجهلنا ليه كده؟ كله داخل الحقني انقذني. مين ده اللي ينقذك؟ مين؟ العيال الصغيره دي ارحموا عيالكم. لو انتوا ناس جاهله ارحموا عيالكم. والدكاتره مفترين ولاد كلب، بس هنعمل ايه؟ بس يطلعوا بس احنا عايزين الكادر. الكادر قدروكوا في جهنم بعيد عن اللي في وشي يا رب. يا جدعان بالزياده جهل. ابوس ايديكم. العمر غالي على اللي مش شايفه غالي، بس الصحه حلوه. الصحه الحمد لله عليها. واحنا لو مشينا على نظام اكل نضيف، انما لا كوليسترولات والاكل كربوهيدرات عاليه، بروتين بالغبا. يا جدعان احنا الشعب الوحيد اللي فاهم ان احنا لو اكلنا لحمه يبقى عندنا صحه. الشعب الوحيد في العالم. العالم كله بيقلب 2 ستيك 2 مشويين خالص عشان نحرق ديك الدهون. استغفر الله زي ما قلت مش هشتم. تمام؟ الحاجات دي. انما لا احنا الشعب اللي هو اللحمه ورز بزيت ولو بالسمنه ناكله وده بيعمل صحه. صحه وعافيه يا بابا، صحه وعافيه. انا رايي نادي صحه وعافيه يا بابا. يعني احنا فاهمين الاكل غلط والفيتامينات غلط. تمام؟ تلاقي واحد كده جاي بقى ايه بيفترك فتوى تفشخك. يقول لك تضرب دواء الكحه ده مش عارف مع البرشام ده ما يقولكش المرض الفلاني. لا يا راجل ايه شغل العطارين ده؟ ولما تروح لعطار دايما تلاقي العطار يقول لك ايه؟ بتاع الصيدليه ده عايز يأذيكوا، ده كله كماوي. كله كماوي صح؟ يعني بتاع الصيدليه كله كماوي. وانت كل الزباله اللي انت بتبيعها لنا دي ايه يا اسطى؟ يا جدعان شغلوا دماغكم شويه. الصحه دي هنتسال عليها يوم الدين. فكروا لها معلش، تعالوا على نفسكم فكروا لها. إذا لم تستطيع المقاومة فحاول أن تستمتع.